أثاريني طبع مرواح، بس الباث يبرالي، قلبت المواقف هيك ما مش للربح تالي، أقول عيون المغوشات يمكن ما خذت بالي، يمكن خايف الهجران وطيوف التراوالي، يمكن شامت الغربيل ويدور شلح حاله، يمكن من غلات البيك حتى مرورتك حالي. أعزائي المشاهدين، مساء الخير، مساء الجمال، مساء الأنوار عليكم، كل عام وأنتم بألف ألف خير، رمضان كريم. اليوم الحلقة الخامسة من برنامج مميزون، وضيفي لهذه الحلقة مميز جدا جدا جدا. نعم، إنه يحمل 3 ألقاب. اللقب الأول الشاعر الكبير وبجدارة وباستحقاق، اللقب الثاني الجنرال، واللقب الثالث بين قوسين الإنسان. نعم، إنه الجبل والشاعر الكبير حافظ مطر. أهلا وسهلا بك أستاذ، ونورت شاشتنا وحياك الله. أهلا وسهلا بك أستاذ، الله يحفظك. شاكر هذا التقديم، ورغم أني أنا أقل من هذا التقديم لكن أبت أخلاقك إلا أن تعبر عنك. الله يحفظك ويديمك. الله يحفظك أستاذ. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. حياك الله أستاذ، ونورت القناة. بنور وجهك إن شاء الله ونور وجه الإخوان جميعا. حقيقة جدا جدا سعداء بوجودك. أنا خادم واعتذر عن التأخير. ربي يحفظك ويسنك. أستاذ كالمعتاد يعني بداية فقرتنا، حابين نعرف من هو حافظ المالكي؟ حافظ مطر كاسب المالكي، تولد 74، تولد القرنة، قرية العلوة. نعم. خريج الكلية العسكرية الأولى. نعم. شاعر بسيط. شاعر كبير. لا العفو. وجبل. لا خادم. ومدرسة. لا وأضيف لقب هذا من عندي وأنا أتحمل مسؤوليته. كلك ذوق. أستاذ حافظ، أنت سفير القصيدة في شمال البصر. بالعكس، أنتم إن شاء الله كلكم أعلام، وكلكم خدام بنفس الوقت، وكلكم أساتذتنا وتعلمنا منكم كلكم إن شاء الله. تواضعك هذا. أنا خادم أستاذ. أستاذ، أنت هسه حاليا وين عملك؟ أنا أعمل مديرية شرطة البصر. مديرية شرطة البصر. إيه، مديرية السيطرات. متزوج إن شاء الله؟ إي نعم. نحمد الله. الحمد لله. نحمد الله والشكر. أستاذ، مثل حضرتك، وهذا يعني حتى لا يواخذني يعني الجمهور، أنا يعني هذا رأيي الشخصي، أعتبر حافظ مطر مدرسة مصغرة بالشعر الشعبي. هذه المدرسة تتعلم من عدها أجيال. أستاذ، أريد نعرف بدايتك شلون كانت؟ أنت تعرف أستاذ، البدايات هي بالطفولة، لأن نعم. ملكة الشعر نعم. مثل ما يقول المثل الصيني، هناك أمور لا تعلم، منها يقول الصوت الجميل والشعر، فهي ملكات. الملكة كانت موجودة، لكن تعرف بمرور الوقت لابد وأن تنصقل. زين، بمرور الوقت وخصوصا بعد التغيير بعد 9/4 قدرنا نتعلم وقدرنا نحكي وقدرنا نقول انه احنا شعراء. استاذ، انت وتعلمنا منك ومن غيرك. بالعكس، احنا جينا لقيناكم اساتذه، هذا من طيبك ومن اخلاقك. استاذ، يعني انا اريد اعرف انت شلون اكتشفت نفسك حافظ مطر؟ محاولات الاولى شلون كانت؟ انا من الطفوله كنت احاول انظم. نعم. انظم يعني بيني وبين نفسي. زين. نعم. عمرك قد يعني بتحاول بهاي؟ والله من الابتدائيه. من الابتدائيه. جميل جدا. اي، بس ما كانت بذيك النضج. بالتدريج. زين، بالتدريج. نعم. الحمد لله بالتسعينات تقريبا. نعم. نهايه التسعينات. نعم. بدايه الالفينات. نعم. اكتمل النضج. نعم. تتذكر اول قصيده كتبتها استاذ؟ أول قصيدة تقصد بعد 2000؟ لا، يعني أول قصيدة حسيت بها هي متكاملة بها وزن، قصيدة، أول قصيدة لك، ولكن أنت ما لقيتها، ولكن أول قصيدة تحس حطيت رجلك على سكة الشعر. القصائد هواي. نعم. أنا ما أريدها من عندك، أكيد ذاكرتك ما سحبت. بس يعني تتذكر يعني من عندها شيء؟ والله أنا أتذكر موضوعها، بس أتذكر هي قصيدة على العقيلة زينب بوقتها. الله عليك. بس ما تحضرني مثل ما قلت لك. أكو من ساعدك من الشعراء؟ نعم.
نعم. شعراء من الشعراء اللي لقيتهم قدامي واللي افادوني ودرسوني الاستاذ قيس المالكي. استاذ قيس تحياتي لابو احمد. استاذ قيس بالمناسبه انا اعرف استاذ قيس قبل 2003 لان انا حكم عملي كنت بالبصره نعم. هو اخونا وصديقنا وابن عمنا. تحياتنا الى الله يحفظه استاذنا كبير ابو احمد. الله يحفظه منا من القضاء استاذ ابو احمد عبد كريم المالكي. تحياتنا للاستاذ عبد الكريم. استاذ حسن السعد تحياتنا قبلي سبقوني. استاذ جواد السعد حاليا اعتقد شايل بكربلاء. نعم تحياتنا. استاذ قاصد منصور. تحياتنا. زين. استاذ محمد باشوخ. كلهم ذول سابقيني وتعلمت عليهم. زين استاذ احنا ما طول بهالحوار هذا يعني حقيقه اكو امور هواي يعني هسه يعني الشباب اللي اجت واحنا اللي اجينا شويه اللي قبلهم لقينا رابطه جاهزه حقيقه. وجينا لقينا منصه ورابطه ولقينا ناس توجهنا وكان ندين بالشكر الكل هذا، ولكن نريد نعرف من حضرتك انت بصفتك يعني احد المؤسسين واحد الرموز، وعلى ما ذاكرتي يمكن انت اول رئيس رابطه. اي تمام. اول رئيس رابطه بعد 2003 بعد التغيير. سولف لي بعد 2003. بعد 2003 هي طبعا الرابطه القرنه رابطه عريقه قبل 2003 موجوده والها رؤسائها ومعروفين. لكن بعد 2003 اتذكر بعد صار التغيير كانت هم الهيئه ما كانت مقاميه على ما اتذكر. فاجتمعنا مجموعه من الشعراء ومجموعه من الرواديد. كانت الفكره يقول ما كان لله ينمو. كانت الفكره انه نسويها رابطه شعراء ورواديد وليس فقط رابطه شعراء. واغلب الولد يتذكرون زين. فصارت رابطه شعراء ورواديد. حتى الختم اللي سويناه شعراء زين الختم يقرا رابطه شعراء ورواديد القرنه. زين كان عدد الشعراء ذاك الوقت؟ والله كشعراء ورواديد جازوا 60 ما شاء الله. زين يعني كانوا يعني بشكل كبير. استاذ زين. فصارت انتخابات. الشخصيات اللي ساهموا في تاسيس بدايتها يعني بدايه الانتخابات. انتخابات بالمناسبه رسميه. نعم. حضر بها ممثل عن المحكمه، ممثل عن القضاء. مثل ما قلت لك استاذ عبد ابو احمد عبد كريم، استاذ قاصد منصور، استاذ حسن السعد، يعني استاذ محمد باشوخ. ذولي حاضرين المؤتمر الاول لانتخاب رئيس رابطه واعضاء هيئه اداريه. زين. واضافه الى مجموعه اخرى استاذ خالد السعد اللي هسه انا صار فتره ما شايفه. تحياتنا له. تحياتنا له. جميل. اي خالد السعد. استاذ باسم اعتقد. استاذ باسم السعد. باسم السعد. تحياتنا له ابو محمد. هواي شعراء من شعرائنا الموجودين حاليا ويعذروني اللي ما اتذكرهم. شكرا لك استاذ، وضحت لنا شيء مهم يا احبتي. استاذ باقر اللامي. باقر اللامي. تحياتنا لكل هاي الاسماء. استاذ حكيم الحلفي. تحياتنا لكل هاي الاسماء الجميله اللي ابو نزار المنصور. تحياتنا لابو نزار اللي وضعت حجر الاساس. يا احباء يا اعزائي يا اخوان الشعراء، هؤلاء هم اساتذتنا بين قوسين، هم الاساتذه اللي وضعوا حجر الاساس. تحيه للجميع. شكرا لك استاذ حافظ. استاذ حافظ، انا يعني عاصرتك من فتره، وانا اضافه لكوني شاعر ذواق بالدرجه الاولى، ولقيت اكو ترابط او علاقه بينك وبين القصيده الحسينيه. نعم. شنو هذا السر؟ السر انه اما تخدم الحسين بصدق اما ما تخدمه، مثل الصائم. اما تصدق بصومك. نعم. اما الك الجوع والعطش. نعم. فانت اما تكون خادم للحسين حقيقي. نعم. خادم قول وخادم فعل وخادم خلق. زين. اما ما تخدم شو لك بهالتعب والهوسه وكتابه القصيده وراسك يوجعك وما كان لله ينمو. كل ما عندنا الامام الخميني قدس الله سره يقول كل ما عندنا من الحسين. الله. زين. الله. فوجودنا اساسه هو الحسين. الله. زين. لولا شهاده الحسين لما بقى حافظ عبد الكريم فعلا والله. فعلا. ولا ما بقت كرامه لاحد. فعلا. استاذ والله انا حاب اسمع قصيده حسينيه من عندك. شنو رايك نسمع قصيده من عندك؟ انا خادم. اي والله. بس انا قبل. نعم. احب يعني اسمع قصيده من اللي مسموعات، خصوص يعني قصيده ام البنين عليها السلام. سلام الله عليها. احبها جدا. انا خادم. الله يحفظك. بس انا اخذت عهد على نفسي استاذ عبد الكريم. نعم. انه ما احضر مهرجان او
مجلس إلا وأن أبدأ بمن قدموا. نعم. إلا أن أبدأ بالشهداء، هذا عهد أخذته على نفسي. نعم. إذا تسمح لي أبدأ بالشهداء وأنتقل إلى سيدهم. نعم أحسنت، نبدأ بالشهداء. نعم. نعم. فإن اكتحل نعم. وإن ابتسم طرفي وإن نعم. لم يبككم دهرا فلست أسامح، بل لن أسامحها وأغفر ذنبها إن لم تكن عيني بدمعي سابح. الله الله الله. شتان الله. بينكم وبين سواكم. الله. شتان بينكم وبين سواكم كالزار في كف الفتى والمسبحة. الله. فلقد منحتم للعراق دماءكم والبعض يستجد الدول للمالحة. الله الله. شتان. هيدا صفق لك. هذا صفق لك هذا. ويا حبذا يشاركوني جماعتي. شتان بينكم وبين سواكم. نعم. شتان كالزار في كف الفتى والمسبحة. الله. فلقد منحتم للعراق دماءكم والبعض يستجد الدول للمالحة. أصلحتموها يوم أفسدها الذي يجري عليه أخ لنا ليصالحه. الله. وكسرتم كفا الله. تطاول بينما البعض قبله وراح يصافح. والله قبله وراح يصافح فعلا. صارحتم أسيافهم بسيوفكم. الله. بين هذاك لسانه ما صارح. الله. صارحتم أسيافهم بسيوفكم. الله. بين هذاك لسانه ما صارح. الله. صارحتم وتالله ما صالحتم. صلح الحسين بشمره ما أقبح. الله. صارحتم وتالله ما صالحتم. الله. صلح الحسين بشمره ما أقبح. يا سلام. أفهمتموها للذين تنازلوا لمصالحه يبغي وليس مصالحه. فبنيتم مجدا يناطح أنجما وتركتم لهم بناء ناطحة. الله الله. اي والله. فلكم علينا فضل كل غمامة روت الصحارى بالدموع المالحة. ولكم أحبتنا لعطر دماءكم بعد الصلاة على النبي الفاتح. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا. الله يحفظك. عجبت جدا. الله يسلمك أستاذ. رائع جدا. الله يحفظك. يستحقون الشهداء. شكرا لك أستاذ حافظ. أحبتي أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل وراجع لكم. تحياتي لكم. رجعنا لكم أحبائي أعزائي المشاهدين. أستاذنا الغالي، عندنا هيك أسئلة شوية سريعة. خادم. ربي يحفظك ويسلمك. أستاذ حافظ، يتصور يعني وصل هالمرحلة راضي عن نفسه؟ الرضا إن شاء الله موجود، بس الطموح موجود كذلك. نعم. الرضا لا يعني التوقف. نعم. الرضا يعني طلب ما هو أفضل وأعلى. نعم. نعم. تصور جمهور راضي عن الأستاذ حافظ؟ والله ما أقرأ بعين الناس راضي. بعد الله أعلم بالسرائر. أنا أقول لك راضي الحمد لله. يعني هذا السؤال ما كان معد. الشخصية الوحيدة اللي بالرابطة ما عليها اختلاف حافظ مطر. كل الشعراء تكلنا كل الاحترام والتقدير بظهره وقدامه. الحمد لله. شو السر أستاذ؟ والله أنتم كلكم محترمين، بس السر أعتقد هي أولا محبة الكل، النية الصادقة، علاج المشكلة انه يكون طلب للعلاج وليس طلب للمشكلة. نعم. اكو شخص يقصد المشكلة لغرض المشكلة، اكو شخص يتعنى المشكلة لغرض العلاج. نعم. فاللي يقصد المشكلة اكيد ما راح لان ما راح يعيش بلا مشكلة. شنو الإنسانية العالية حافظ مطر؟ الله يحفظ الجميع، انسانيتكم ان شاء الله العالية. يعني انا يوم من الايام، هذا السؤال ايضا مو عاد بس جاء بالي. يوم من الايام التقيت باحد المتصلين، حضرتك امر سيطره. سالت عليك وهاي، قال ابو جمال، الولد اسمه حكيم، قال ابو جمال ما يقول لي حكيم، يقول لي حكوم، وهو عقيد وانا شرطي. يقول هذا يخلينا نحبه اكثر، نطيعه اكثر، ونتمسك بواجبنا اكثر. صحيح. تحياتي الإنسانية. الله يحفظك. كل بشر أستاذ، سواء كان صاحب رتبة أو صاحب مال، هذا ما يفضل عن الآخرين. شرف كل إنسان بقدر ما يخدم الآخرين. رسالة. الأنبياء. رسالة من الشاعر الكبير حافظ مطر.
للجميع. الانبياء كانوا خدم للناس. الله عليك. زين الانبياء الاوصياء كانوا خدم للناس. الله عليك. زين فكيف بحافظ واستاذ عبد الكاظم؟ لونك المفضل؟ لوني المفضل الاسود. الله بس انا السؤال والشعر إيه. تزنى. ابو اسد، الله يحفظك. رابطتنا بها نجوم وبها شباب رائعين، والدليل جابوا مراكز متقدمه بالمسابقات. اريد اعرف من حضرتك، ولا هو ثلاثه قليل، انا اعرف اكثر، نعم. بس اريد تنطيني 3 اسماء من الشباب يعني ان شاء الله لها مستقبل. ان شاء الله الجميع لهم مستقبل، لكن اللي احسهم شعراء مبدعين استاذ حيدر منصور. تحياتنا حيدر منصور. تحياتنا لهم جميعا، الاستاذ سجاد الحلفي، تحياتنا. الاستاذ مسلم المنطوري. تحياتنا. اي كلهم ان شاء الله، ويعذرون اللي ما اجت اساميهم، هم كلهم ان شاء الله بالقلب. فعلا مسلم المنطوري وسجاد وحيدر اسماء جميله، تحياتنا. مبدعين. استاذ، من الشعراء الكبار تحس فيهم مظلومين اعلاميا وعندهم امكانيه، انا اعتقد انت واحد، ولكن انا اريد اعرف من عندك 3. انت واحد منهم. اشكرك، صارت شهاده كبيره. الله يحفظك. لا حقيقه هاي استاذ حسيب تحياتنا استاذ ايضا موجود. شاعر. واذا تجي للحقيقه، جروبات الفضائيات ظلمت كل الشعراء. زين انا قبل فتره انسالت سؤال من احد الاخوان، قال وسائل التواصل الاجتماعي بها ضرر ام بها نفع؟ نعم. قلت له بها كلتين حاليا، بها ضرر بها نفع، لكن خلينا نقول نفعها اكثر من ضررها، لانه اصبحت منصه لمن لا يعطى منصه. الفضائيات هسه اصبحت جروبات، فعلا. فلان وعلان، تشوف الوجوه نفسها ما تتغير، ما تتغير الا الاماكن والا المسميات، لكن اصبح التواصل الاجتماعي منصه المظلومين خلينا نقول. استاذ، حابين نسمع قصيده من عندك، ويا ريت، انا حقيقه احب قصيدتك، احب قصايدك كثير، الله يحفظك. واتمنى تقراها الكثير حقيقه، الله يحفظك. بس يا ريت تختار لي واحده من اللي احبها. انت اختار. انا بالنسبه لي جايب قصايد، وحتى جايب اليوم ورق، انا ما احب اقرا بورق، لا لكن جدد فجبتهن، لكن انت الان تقول اريد من القديمات، انا اقول لك انت اختار. اي فانا والله حاب قصيده ام البنين. سلام الله على ام البنين. هي مجرد ان يذكر اسم ام البنين فهو قضاء لحوائج شيعه ام البنين ان شاء الله. سلام الله على ام البنين. ما سوتها وحده الله بكل هذا الكون، الله بس ام البنين اعتقد سوت. الله الله مو بس 4، الله. قدمت 5 حساب، ولمن قدمتهم لبن ضرته. الله يحفظك. يا سلام يا سلام. بس ب4 ما تكفت ام عباس، الله ذبحت حتى اسمها قبال عتبتها. الله الله. بس بام البنين وفاطمه الزهراء ما شفنا الشريكه تحب شريكتها. الله الله يحفظك. الله 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 الله. بصينيه وفا لما تولدها شلاع، الشريشة تحب شريشة، بس بام البنين وفاطمه بس الزهراء، ام البنين. وفاطمه الزهراء ما شفنا الشريكه تحب شريكتها. الله الله بصينيه وفا الله لما تولدها شلاع، وعلى باب البتول بخجل حطته. الله. لخيكم قوموا لموا جفوف رؤوس عيون، وافترت عليهم هي لمتي. كل هذا وتقول له مقصر العباس، مو هاي الوصيه امك اللي وصت. شقل لي لفاطمه بس عين وحده طيت، العين الثانيه لمن يا ابن ظلت. شقل لي لفاطمه بس عين وحده طيت، العين الثانيه لمن يا ابن ظلتها. خلق لك الله عين تشوف بيها حسين، بعد حسين راح انتفت حاجتي. ما صابوها هم، انت يمه شبيك؟ نبلة هاي خذها بهاي نبتها. الله الله. وبعد رجلين عندك ما هي مقطوعات. اليوم امك يا يمه شكبر فشلت، لا ويت شفوف الطيتها للسيف، ولا وصلا زينه بيوم ردت. الله. قوم بدون راس تبع يتامى حسين، نايم والعقيله الواد ما اخذتها. الله. دن جفوف واحد، دن جفوف واحد واربعه انتم ليش؟ يا سلام. اعتب على الزنود شلون خلت. ما ابكي عليكم هسه اريد جفوف. الله. انا اقطع هذا سيوف عافتها. الله. اريد 4 جفوف، 4 عيون هنا، 4 رؤوس بس مرضوضه هامتها. بمصباح العرس طلبت علي ام عباس عروس، وش تتوقع كان طلبتها؟ ذهب، اخشاب، بيتي يحط باسمها تريد، عزال وما تطب زينه بصريفتها. الله الله. اول طلب طلبت
للنفوس تروح حتى تشيل اسمها وتحط كنيتها. الله. ومن سألتها زينب أنا أخت عباس ما تصيحي لي يمه شنها جابتها؟ قال لها أنا فاطمة لكن مو زهرة. أنا فاطمة لكن وصيفتها يا سلام أعلى من السماء ما ترتفع لي غيوم، وأنا خادمة للوالدة وبتها وابقى خادمة للوالدة وبتها. سلامتك. اتمنى اقوم واخذ لك تحيه واستعد. لا العفو العفو كلك بارك يا كلك كبير يا تحفظك جبل يا متواضع. تحفظك ام البنين ان شاء الله. هاي رساله الكبار اعزائي المشاهدين، هاي رساله لاخواننا. والله عوف الاسئله بعد اسمع بذيه بذيات. اي والله ماشي. المتنبي يقول أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمودي. ثمود الناس وأنا بيها صالح. وانا صالح بيها صالح ثمود الناس وأنا بيها صالح. بيها صالح أدور ربعي ماكو. بيها صالح جزت من عدها كلش. بيها صالح. بيها صالح غسلت من الربع رجلي ودي. الله يحفظك. يا سلام يا سكاكين علي. بكيتني وضحكتني. الله يحفظك. سويت فينا طر اليوم. الله يحفظك كلك بارك. سكاكين علي أعضاي بالشط وما أقول أن تعمد علي بل شط. أسوي زيني لك وارميه بالشط. الشط استحى وقصتك مو ندي. جبارك اي والله. سد بابك إذا حسيت باريح. ما يقول الباب تجيك من ريح. سد بابك إذا حسيت باريح ودير الماء لك بيها هل بارح. لا ترجع مطر بأيام بارح ولا صحبان بعد الغاضرية. الله يا سلام. يقول لا يؤلم الجرح إلا من به الألم وإلى من أشتكي جرحي إلى من؟ إلى من؟ ألا من صاحبي وافي. الله. ألا من يا أخوي الجرح ما يؤلم إلا من بيه الألم وأنا الألم بيه. الله سلامتك يا أبو أسد. جبنة كان عالي ما له تله أصبح تله. جبنة كان عالي ما له تله لأن ما بقت عدنا مالت الله. مالت الله انقلبت لا بعدها مالت الله هالقد باقية وشالت بقية. يا سلام يا سلام يا سلام. الذيابة تكترت وهلي كلوني. الله. الذيابة تكترت وهلي كلوني وبعد ما قسموا ولحمي كلوني كل من جاب ميزانه كالوني وكل واحد يصيح القلب ليه. يا سلام يا سلام. الشاتل صار على المجتول حداد واللي ما يندى للحد صار تكرم بصخ من الوجه وصير حداد. مو دنيا وحياتك مسرحية. أحسنت أحسنت. وعلى يا قلب تنشدني ويا بت. هاي آخر اثنين حتى لا أطول عليكم. على يا قلب تنشدني خادم كلك. على يا قلب تنشدني ويا بت وعلى يا دار يا مسكن ويا بت أبشرك مثل مكروهة ويا بت غير الثلاثة الأولية. يا سلام صار أربعة. هذه قل له وحق القسم بالزيتون بتين بت واحد بقلب انجسد بتين مكروهة وجبت مو بنت بتين وقبلهن توم عد شلون بي. يا سلام يا سلام. آخر شيء قل له البيت الله مؤجر شارباني وأنا مرتفع مثله شارباني بالله عليك ماشي شارباني طرف ثالث ونص الدق علي. يا سلام يا سلام. سلامتك. أحسنت. الله يحفظك. أحسنت. الله يديمك استاذ. أحبائي أعزائي المشاهدين بعد هذا اللقاء الجميل جدا ناخذ فاصل وراجعين لكم فاصل ونواصل. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين ومثل ما تعرفون عندنا حلقة ويانا فريق كل إنسان المتمثل دائما بالمميز والأستاذ المصور كامل المالكي. حياك الله أبو حيدر وأهلا وسهلا بك. حياك الله أبو جمال أخوي العزيز صديقي أبو جمال. حيا الله شاعرنا. الله يحفظك ويديمك. حافظ مقر المالكي. الله يديمك. الله رمضان مبارك علينا وعليكم. الله يتقبل الطاعات. علينا وعليكم إن شاء الله. طبعا الجميل والراقي والعزيز ابو زهراء. حياك الله اخوي ابو جمال. حياك الله وحيا بك ان شاء الله. حيا الله ضيفنا وحيا الله ضيفنا طبعا غالينا الشاعر الكبير حافظ ابو اسد. الله يحفظك. حياك الله ربي يحفظك ان شاء الله. استاذ كامل حابين نسمع من عندك. والله انا الشاعر الكبير اشوف اقول هاي الفتره الاخيره منقطع عن الشعر. وما ادري اعرف اكو قصائد جديده حق الشهداء بس هذا السؤال. لا هي ان شاء الله انقطاع ماكو بس هي احيانا تجي ظروف يعني انا بالفتره الاخيره يجوز ما تدرون اجريت 6 عمليات 6 عمليات قصر لان صار عندي انسداد ب9 شرايين
فاجرت 6 عمليات قسطره وبقت 3 عمليات. الله يحفظك. هذا الجبل. الله يحفظك. فتعرف ما بين المرض، ابعد الله عنك من المرض، وبين الواجب شوي، لكن ان شاء الله موجود، كله موجود، قصائد جديده موجوده. صحة وسلامة. الله يحفظك. الله يديمك. الغالي والمميز والجميل ابو زهراء. حياك الله. طبعا اسئلتك مميزه، هذا اللي الكلمه. الله ينعم عليك ان شاء الله. بس مو تقول له برشلونه ولا لا سؤالي لشاعرنا الكبير حافظ ابو اسد، احنا نعرفه من ضباط الابطال في وزاره الداخليه. نعم. الله يحفظك. يعني شلون اختار، يعني اجت هاي عندك بين الضابط وبين الشاعر، يعني شلون تميز جمعت؟ الشاعر هي مثل ما قلت لك ملكه موهبه. نعم. زين، ولابد ان تشكر الله عليها بتزكيتها، لابد ان تزكيها بخدمه المعصوم. زين، فمهما تكون عندك ظرف، مهما يكون عندك عمل، اما مهنه الضابط هي عمل، خدمه الناس وللغرض العيش. زين، اما مهنه الشاعر فهاي تسري بالدم، يدري يعرف استاذ عبد الكريم، اذا تختنق تكتب شعر. صحة وسلامة ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا لك. حياك الله ابو جمال. نستغل الوقت استاذ حافظ. نعم. والله حابين استاذ حافظ، يعني اكون صريح وياك انت استاذ. يعني دائما ما انا يعني حقيقه ومو قدامك، يعني اشيد بالشعراء الكبار ومن ضمنهم حضرتك انت. ف دائما يعني يجي يقول لك على عيني وعلى راسي، حافظ شاعر كبير، حافظ متمكن، بس حافظ وين جديدي؟ نعم. الجديد موجود، لكن انا قلت لك ما يظهر لي انا ما قاعد اشارك بالمهرجانات، واكثر من دعوه توجه لي، وقلت لك بسبب الوضع الصحي. ظروف العمل مالته. ظروف العمل اي نعم. دعوات احنا داعي صحيح. هسه انت اللقاء اكثر من مرتين 3 تاجل. اي فالحمد لله ان شاء الله اكو جديد، اكو اكثر. هذا جديد اكثر من قصيده ان شاء الله. فاللي عجبك تحب انا احب الوجداني ماشي ان شاء الله. انا كان بودي انا اسمعكم قصيده المنتخب مال ظاهره الرمي، بس انت طلبت اخرى. فان شاء الله نقرا، واذا صار مجال نقرا ثانيه، واذا ما صار مجال على مناسبه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بالفتره الاخيره كثر التشتت، كثرت الطائفيه، المواد اخذت والعصبيه اخذت الناس من الناس. فعلا. الفريج الاولي بعد ما ظل الفريج الاولي، الجار الاولي ما ظل الجار الاولي، الصحن اللي يعبر من السور وما يرجع نفس الصحن اللي يعبر. راحت هاي الامور مع شديد الاسف. فعلا. لكن نسال الله ان تعود. نسال الله. اذا يقبل جناح ويرفض جناح، الطير يطير بالله نشد مجانين، لقمه يصير سهله بحلق الاتفاق، شلون يطير النص والثاني بعدين. يا سلام يا سلام. من اقول لك لما رايد لما تورود. الله. سامع عمرك بباقه سكاكي؟ يا سلام. من اقول لك لما اقصد لما تورود. سامع عمرك بباقه سكاكين؟ لا والله. وان قعدوا سوا، مو قعده اخوان، ملتمين بالقوه المساجين. الله الله الله. مو كل لما ترفع الروس. الله. بالزاغور ملتم الثعابين. الله. من بيت العناكب صنعوا دروع، لكن شفت شبكه وشايله اثنين. من بيت العناكب صنعوا دروع، لكن شفت شبكه وشايله اثنين. اذا بالان اوهن البيوت بيت العنكبوت. اذا بالان اوهن كان مقصود وهن العاطفه موش الحياطين. يا سلام. قرر البس وجه قبه. البس وجه قبه ويلي يحبوك. شفت فد يوم قبه وعتها وجهين. وجه واحد. البس وجه قبه ويلي يحبوك. يا سلام. يا فد يوم قبه وعتها وجهين. وجه واحد. لو تصبح شمر لو عابس تصير. مو تبكي بعين وتضحك بعين. يا سلام. حبيب ابن ذي الجوشن ترهم شلون. اي والله. بشمر ابن مظاهر ما مصدقين. يا سلام يا سلام يا سلام. حبيب ابن ذي الجوشن ترهم شلون. بشمر ابن مظاهر ما مصدقين. ما تلقى شخص من تجمع الكون معجب بالشمر ويحب الحسين. ماكو والله صدق. يا سلام. ربك 5 أصابع خله بالإيد، بس تصير 1 بالميادين. الله. 2 عيون ربك خله بالراس، لكن بالنظر تطلع فرد عين. فرد عين. الله. بعض الظن إثم إياك فالظن. بعض الظن إثم إياك فالظن. صفنيتك تجد لهموم. فالظن المحمد أنزلت لو كنت
فظا غليظ القلب ما تجمع رعيه. يا سلام يا سلام. أحسنت. أحسنت. زدنا أستاذ. خادم. خلي اسمعك على العباس. سلام الله على أبو شو فاضل. تقول؟ سلام الله على أبو فاضل. هذا اكو سؤال. خصوص هاي الأيام أيام أمير المؤمنين. سلام الله عليه. لا خل ابدي لك بامير المؤمنين بعد. يلا. اقدم من العباس. برد العباس وما مضى امير المؤمنين. سلام الله عليه. يقولون لنا شلون تقولون علي بن ابي طالب هو عين الله الناظره في عباده. هسه انا ما راح احكي ادله نقليه، ما راح اقول روي عن فلان. انا راح احكي فد شيء عقلي. تمام؟ على حكيك كون ما عد الله عين بيش ينظر لك وينظر بيش لي. عاد سمع ربك يوزع جنة نار، أنا ما أسويها، مو عادل علي. علي عين الله وقنعك بالدليل. والدليل العلي موجود بعلي. الله. اقرأ اسمه وشوف لي تسبقها عين، يعني راد يقول له إنك عين لي. الله. يا سلام يا سلام. أما أبو الفضل عباس سلام الله على أبو فاضل يقول البعض يشكي اللي يقول او يحتار يقول شنو معنى فتذكر عطش الحسين. يعني احنا نعرف اللي يتذكر ناسي مثلا، فهل من المعقول يقول فتذكر عطش الحسين؟ احنا يعني نصدق يعني ابو الفضل كان ناس تذكروا. اذا لابد من اجابه. نعم. خلي تكون اجابه شاعر مو عالم. نعم. بثلثين الولد من خاله ما غشوه. لا. اين ابن اختنا العباس. نعم. بثلثين الولد من خاله ما غشوه. عليك وعلي تعبر مو على العباس. الله. ثلثين الولد كان من اخوه يصيح، ثلثين الولد كان من اخوه يصيح، ثلاثة كله من الجدم للراس القانون الوراثة أجرى القمر تعديل واثبت بالطفوف العرق مو دساس. الله. ويجي يقول لك ويجي واحد يقول لك نزل شال الماي وتذكر، ما تذكر يذكر العباس. الله. اللي يذكر يعني ناسي. الله. العين تنسى تشوف. الله. جثة جسد يصبح كون ينسى الراس. الله. الشمس تنسى ضواها بلحظة تصبح لين. الورد من ينسى عطره من الصبح ينداس. شال الماي قصد الجيش كان يقول ما توصل، وصلت وخل تشوف الناس. الله. الله. خافا بعد موت الزينب يعينون ما وصلوه اخوتك عن نهر دكساس. الله. شال الماي قصده الجيش كان يقول ما توصل، وصلت وخل تشوف الناس. الله. خافا بعد موت الزينب يعينون ما وصلوه اخوتك عن نهر دكساس. شويه احساس راد يخلي عد الماي، بس الماي بارد ماكو عنده احساس. ما عنده احساس. يا سلام. شويه احساس راد يخلي عد الماي، بس الماي بارد ماكو عنده احساس. راد يقول له اعقل باب ولا يغشوك، ما يفيدوك اذا بالراس طاح الفاس. تتبختر علي من احنا ما ردناك، ثقل ورايدك لميتك بنص كاس. الله. دنق واجري ساكت ما اسمع لك صوت، من نسمع نفس ما تظل بيك انفاس. ابقى طرف ثالث حتى لا تنهان. الله. ابقى طرف ثالث الله. حتى لا تنهان. بس ما ظل طرف. رادي يقول له هذ من نجا عباس شالب هاي ماي وماي شالب هاي. قال له حسين شوف وطق راس براس. يا سلام يا سلام. الله يحفظك. يا سلام. الله يسلمك. احسنت. الله يحفظك. احسنت استاذ. شكرا لك. انا خادم. وشكرا على هذا اللقاء الجميل. انا خادم. شكرا على هذه المشاعر الجميله. الله يحفظك. حقيقه نورتنا اليوم وكانت حلقه مميزه. بس عندي كلمه ما حكيت. قول. الكلمه انا لست عضو بحزب وما طلعت خارج العراق نهائيا من اي دوله. بعد العراق رحت زرت الامام الرضا مرتين، لكن لاني احس اني احد ابناء علي بن ابي طالب. سلام الله عليك يا امير. طبقا لقول الرسول الاعظم صلى الله عليه واله انا وعلي ابوا هذه الامه. فما دمت ابن علي بن ابي طالب، اذا ما ادافع عن اخوي ابن علي بن ابي طالب فانا مو مؤهل ان اكون ابن لعلي بن ابي طالب. رساله في وقتها. فاستميحكم عذر، اوجه رساله الى كل ابناء علي بن ابي طالب، ابناء علي بن ابي طالب في هذا الوقت الحساس مو بالعراق الان توجه هجمه امريكيه خليجيه الى دوله سانده العراق. وانا اكرر ارجع اقول انا رجل مستقل لكن الحق يجب ان يقال. زين الان هجمه على الجمهوريه الاسلاميه. زين لا شيء الا لانهم شيعه امير المؤمنين. فانا اذكر اخواننا اللي البعض اللي اغراهم الاعلام واللي بداوا يتكلمون على اخوتهم، يعني يقول لهم بلاد العربي
عدواني من الشام سهم جاني. والله صدق. الارهاب احنا بعد من 2003 لحد الان 16 سنه فعلا. بلاد العربي عدواني من الشام سهم جاني ومن مصر اتى الثاني. اي والله. ومن نجد الى قطر جثث كشفوا نسوان. فعلا. بلاد العرب يا عربي فسيف الذبح أضغاني فلا قحطان قحطاني ولا عدنان عدناني. صلاح الدين فرقنا. نعم. صلاح الدين ما قتل كل شيعة مصر. صلاح الدين فرقنا فعلا. وزاد الصدع سلماني. لسان الضاد يشتمنا ويطعن في عروبتنا فهل في الطعن إخواني. علي سيد العربي فأصبح في مدارسهم أبا الفقار إيراني. الله. بلاد العرب أوطاني قبل كل شيء انتهى الآن فدم شحاتة في مصر نفى الإخوان إخواني وصوت النمر ما زال عتابا ملء آذاني. بلاد حسين أوطاني فعلا. من الطف لطهراني الله. من الحوثية في اليمن إلى حشدي السستاني. نعم. ومن لبنان نصر الله إلى قاسم سليمان. الله يحفظكم. أحسنت. الله يحفظك. شكرا لك. الله يديمك. شكرا لك الغالي والحبيب خادم. أبو أسد. نورتنا وسعدتنا اليوم. أنت النور أستاذ. أحبتي بالختام لا يفوتني أن أتقدم كل الشكر لحضراتكم وإلى الجنود المجهولة اللي خلف الكواليس في الإعداد والإخراج الأستاذ علاء المطوري، المونتاج والتصوير حيدر المالكي. انتظرونا في لقاءات قادمة. شكرا لكم. في أمان الله.